انت اللي قاعد في الخيمة دي مش عايز يروح الجنة؟ هو في واحد عايز يروح الجنة وما يصليش؟ ازاي؟ قاعد بتعمل ايه؟ مستني ايه؟ واذا اتاك ملك الموت ما عذرك؟ الله جل جلاله لم يسقط الصلاة على المجاهدين، فكيف يسقطها عن الفارغين اللي قاعدين سجارة في سجارة في سجارة، وفلانة وعلانة وفلان وعلان؟ ما تقوم يا راجل توحد الديان وتسجد. ربما انا بقول ربما تخش تتوضى وتصلي العشاء وتسجد تكون الخاتمة، ربما يختم لك. انت عارفين سيدنا نوح؟ ما تصلوا على نوح وصلوا على سيد الانبياء وسيد نوح صلى الله عليه وسلم. خلي بالك يا مولانا، مر على امرأة تبكي عند قبر لها. هتوحد الله؟ طب مش هقولها لما توحد الله كمان مرة. طب كمان مرة وحد الله. انتم مش عارف خايفين ليه؟ يا راجل قول لا اله الا الله. خلي بالك، لقاها بتبكي، قال لها ما يبكيكي؟ قالت مات ولدي في ريعان الشباب. زي ما احنا بنقول كده، شطبت الشقة لوكس ودخلت السباكة وضربت بالزيت والواد ما دخلش. شوف سيدنا نوح بيقول ايه؟ كم عمر ولدك؟ 20 ولا 19؟ قالت 299. ايه يا عم 299؟ الاعمار الانبياء الذين قبل سيد الخلق كانت بتعدي 1000، وانتوا عارفين كانت اعمار طويلة، وسيدنا نوح اطول الانبياء عمره. قالت له ابن مات عنده كام؟ 300 الا واحد وفقيد الشباب. ما انا لو مت دلوقتي اقول لك في نصيب يا راجل وحد. اسمع سيدنا نوح قال لها ايه المعلومة اللي عايز اوصلها لك، الملخص. فقال لها ان الله تعالى اخبرني الان ان امة ستخرج في اخر الزمان عمرها ما بين 60 و70. مش سيدنا النبي قال عمر امتي ما بين 60 و70 فمن زاد فقليل. وانا عجبني الامام ابن القيم قال كلمتين، اسمعهم كده، قال كلمتين. بص في البطاقة شوف مواليد كام. عارف قال ايه؟ قال من بلغ 60 فليشتري لنفسه كفنا. ده شوف المصيبة اللي جاية، ده شوف المصيبة اللي جاية. قالوا من بلغ 70، ده احنا عندنا ناس عدت 70. قال فليعد نفسه من اهل القبور. خلاص الزرع انا على الحصاد، مستني ايه بقى؟ ايه اللي فاضل؟ يبقى قاعد في اللجنة زمن الامتحان 3 ساعات وعمال يتلفت شمال ويمين، ما هو خايف شمال ويمين، كتب اسمه وقعد. وساعة ما المراقب يجي يشد الورقة، سيبني والنبي يا استاذ حسين اكتب. طب ما انت قاعد بقالك 3 ساعات. طب انت بتقول لنا دي ليه؟ بقول لك انت في الدنيا كده ملك الموت هيجي في اي لحظة يسحب الورق، وانت تقول ايه؟ سيبني شوية. جبت الكلام ده هتخرف؟ لا ده في القرآن، والله الكلام ده في القرآن في سورة المؤمنون. حتى إذا جاء أحدهم الموت. هو لازم القرآن يترجم لك كده؟ لا. قال رب ايه؟ ارجعون. ليه؟ وحتى يا أخي هو راجع مش متأكد هيعمل صالح ولا لا، ده بيقول لعلي يمكن أعمل. شفت يا أخي؟ حتى مش متأكد إنه هيعمل صالح ولا لا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا يعني ايه؟ انتهت. ليه؟ رصيده خلص. مديك رصيد 70 سنة ومديك رصيد 60 ومدي غيرك 40، خلصته في ايه؟ كل اللي بتعمله من رصيدك، اعمل حسابك كله من رصيد. ساعة الجد عايز تقول يا الله، ملك الموت يقول لك عفوا لقد نفذ رصيدكم، خلص الرصيد، لم ورقك ويلا.
الولية اللي انت كتبت لها الفدان، الولية الجديدة، القديمة لا، ما ماتت والعالم طردوا في الشارع، مش هتبات معاك ليلة في القبر، ليلة. اسمع كده، أبت نفسي أن تتوب فما احتيالي. عارف أبت يعني ايه؟ يعني رفضت. كل ما اقول لها توبي ونامي بدري عشان تصلي الفجر، لا، عايز اقعد تكركر طول الليل وتقلب في الفضائيات. ونسي لقاء رب الارض والسماوات. انت عارف ايام ازمة الانابيب، ربنا ما يرجعها ويحفظ مصر، قول امين. الواحد يا اخي يروح يصلي الفجر يلاقي ناس طالعه من البيوت ردم عشان تملى انابيب، وطلع حافي وشايل انبوبتين على كتف، ما هو خايف من المدام. ما توحد الله، وحد الملك العلاه. مش هتيجي تصلي الفجر ادعي لنا يا مولانا؟ ادعي لك ايه؟ طب ما تيجي تصلي ويدعي لنا بالهدايه. ما انت لو جيت صليت يبقى ربنا هداك. والله العظيم والله عربيه الانابيب كانت قدام الجامع امام المسجد، وفي صنف اخر ما صلاش الفجر في حياته، بس يطلع كده زي يقول لك يا مولانا ايه ما تبقوا تصلوا الفجر وابقوا شغلوا الداخلي. ليه مش عارف انام؟ ما ان شاء الله ما جعلك تعرف تنام حياتك ابدا. ما تقوم تصلي، انت نايم ليه؟ ابت نفسي ان تتوب فما احتيالي اذا برز العباد لذي الجلال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يجوز الى دار عدن تتلقاه العرائص بالغوالي. يقول له المهيمن يا ولي قد غفرت لك الذنوب فلا تبالي. خش العرائص تتلقاه، الحور العين تتخطف عليه. انما انت دلوقتي بتفتح المواقع الاباحيه، فتحت مره واثنين وعشرة ومية وشفت 90 فيلم، كفايه كف بقى. اتجعل الله اهون الناظرين اليك؟ عملت واقعة في الشغل بينك وبين زملائك مرة واثنين وثلاثة، كفاية. اختم بهذه الكلمات، اقول لمن يسمعني الان ومن يسمعني بعد ذلك، بعد ما الباشمهندس علي بدأ يرفع المقطع ده، واسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص. الاخلاص والله العظيم ما احنا عايزين الا رضا ربنا، مش عايزين سمعة ولا شهرة. اسمع، عاهد ربك الان بالتوبة الخالصة. اتوب ازاي؟ ده انا واكل حرام. ان كنت غلطان في حق ربنا مهما عملت من الذنوب ربنا يغفر لك الا حقوق العباد. ان كنت واكل فدان رجعه. ما انا بقول للواحد واكل الميراث، بقول له انت كاتب الشقه دلوقتي وما اديتش للبنات حاجه، ادي للبنت شقه. قال ما ينفعش يا مولانا، انت عايز تطلعنا عيل ليه؟ قال اني سجلت في الشهر العقاري ما اقدرش ارجع في كلام. ما تطلع 60 عيل بس ما اروحش جهنم، انا ما اروحش جهنم. شوفوا يا رجاله، شوفوا بقى من الاخر كده، ما فيش واحد يستاهل ان انت تروح جهنم عشانه. مراتك ما تستاهلش لو دلتك على المعصية، لو دلتك على المعصية ما تستاهلش. انما الطاعة في المعروف. تب الى ربك. وقف الرجل في المرآة فرأى ان الشيب قد خيم عليه. قالوا بعدين ده انا عشت النهاردة مش هعيش بكرة. فرفع بصره الى السماء وقال يا رب عبدتك 20 وعصيتك 20، إن عدت إليك قبلتني. فإذا بهاتف من السماء ينادي علي أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا قبلناك. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي